ده لبن انا غليان من امبارح علشان البشاميل. ودي المكرونه، ودول بصلتين كده كبار، ودي اللحمه. وانا بخلي الدكتور ايه الجزار بخليه يقطع لي كده حته ليا او حته دهنه كده عليها. ودي كده ميه كده بتغلي اهي، وهسقط المكرونه عليها شويه زيت وشويه ملح ونقطتين خل علشان الحله بتاعتك ما تسودش. هنسقط المكرونه بكل هنحط بقى البصل. البصل انا مش بحمره جامد قوي يعني، تخليه كده لونه اصفر كده او ذهبي. صفينا المكرونه اهي، مستويه وحلوه اهي. هنسيبها بقى تتصفى، ما تشطفيهاش بقى بميه ساقعه ولا اي حاجه، انت صفيها بس كده وسيبيها. يا دوبك هنا البصله كده اصفرت ودبلت. هنحط بقى اللحمه عليها كده، هنقلبوها بقى كده لحد ما تستوي. هنا حاطين عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود، وكمان هنحط طماطميه مبشوره، بتديها طعم جميل قوي بصراحه طماطميه. على بال بقى ما اللحمه بتاعتنا المعصجه تتعصج كده وتستوي، هنحط كده هنا معلقه سمنه. هنعمل بقى البشاميل ده دقيق، حوالي ربع كيلو دقيق او 8 معالق. طبعا هو مش شوحنا الدقيق خلاص اهو بالسمنه وشرب السمنه. هنبتدي بقى ايه نحطه اللبن. بسم الله. خلي بالك يعني حطيه كده واحده واحده، وتفضلي بقى تقلبيه على طول، ده ما تسيبوش ابدا من ايدك عشان ما يكتولش منك. لو حصل منك انه مثلا كتول او عمل كان عندي حته قشطه وش لبن، رحت حطاها برضو كمان عشان تبقى دسمه كده وحلوه. انا طفيت عليها، حطيت لها شويه ملح شويه فلفل اسود. انا بصراحه ما بحبش الفلفل الاسود فيها، بحب احط فلفل ابيض علشان ما يغمقليش البشاميل، بس ما كانش عندي بصراحه، فحطيت رشه فلفل اسود حاجه بسيطه. ليه بقى؟ لان انا هنحط البيضه دي. انا بصراحه لقيتها تقلت جامد، فرحت جايه مزوده لها شويه لبن، وهي كده لان احنا مش عايزينها تقيله قوي كده، سميكه يعني قوي كده، ولا عايزينها خفيف قوي، احنا عايزينها وسط كده اهي زي الكريمه اهي. والفلفل الاسود
هنحط بقى ايه كمية نص الكمية بتاعت البشاميل هنا اهي، وهنخلو حبة عشان نحطها فوق الوش بس كده. هنقلبوها بقى كده كويس. بسم الله. خلاص حطيت الكمية اهي، وسبت بس يعني حتة صغيرة كده عشان نحطها في الوش. هنحطه على الوش برضو حاجة كده هقولكوا عليها. هنا دي كده صينية مدهونة سمنة. هنحط بقى نص كمية المكرونة ونفردها كده كويس، وبعدين نحط عليها العصاج. معلش انا هنحط بقى اللحمة المعصجة اهي. بسم الله. فردناها اهو كده في الصينية كلها. هناخد بقى الباقي وهنبتدي بقى ايه نوزعها كده واحدة واحدة، ما نخليش حاجة كده باينة من اللحمة. لازم الوش يبقى متغطي كويس. إيه دي حتة البشاميل، الكريمة البشاميل اللي فضلت مني، اللي انا قلت لكم انا مخليها علشان نعمل الوش بيها. دي كانت كده حتة جبنة موتزاريلا انا حطاها في الفريزر، هي متجمدة شوية نسيت اطلعها. هنحطها بس هي البشاميل دافية يعني، إيه هتفك دلوقتي فيها. إيه ادي الجبنة اهي، إيه فكت اهي من التلج في الكريمة بتاعت البشاميل اهي. هنحطوها بقى ايه في وش الصينية، على وش الصينية كده. إيه انا حطيت لها بس 3 معالق إيه لبن، مفيش غيرهم. بصوا بقت خفيفة شوية لانها كانت تقيلت قوي لما بردت اهي. هنحطوها بقى كده على وش الصينية، نفردوها بقى كده كويس. إيه خلاص كده هي الصينيه خلصت اهي. إيه لو انت عايزه بقى تحطي حبه جبنه موتزاريلا او جبنه تركي فوق الوش تاني حطي، بس انا بصراحه لا، يعني مش عايزين نقلبوها بيتزا، هي كده مكرونه حلوه قوي. إيه هنشغل الفرن بقى ربع ساعه بس كده عشان طلعت اهي من الفرن. انا مرضتش احمر يعني الوش قوي علشان احنا بنحبها يعني طريه شويه. إيه انا وانا بقطعها بصراحه الجزء ده ما تصورش. هي المفروض تتقطع بصراحة بعد ما تبرد، لان هي لسه انا مطلعاها على ضربة المدفع بالظبط.